السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي أحبائي كل متابعينا على قناة نسر السعيد، أرحب بحضراتكم كل الأهلاوية في كل مكان. نبدأ حديثنا كالعادة بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحم إخواننا المجاهدين في فلسطين يا رب، اشفي مرضاهم ومصابيهم وارحم شهدائهم. هنتكلم النهاردة بعد انتهاء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بالأمس، واللي انتهت بنتيجة 4-1، وتبدأ رباعيات كولر تعود من جديد، والنسر بيخطف 3 نقط مهمين جدا امبارح بأداء رائع، أداء مميز، 4 أهداف صاروخية، 4 قذائف أرض جو في نفس الزاوية اليمنى للحارس المهدي سليمان. شفنا المباراة امبارح، شفنا الأداء اللي احنا كنا بنطالب اللعيبة إن تاخد كل مباراة من بداية المباراة بمنتهى الجدية. سجل الهدف، سجل الثاني، اضغط وجيب الثالث، على اساس انك تتجنب اي مفاجآت في المباراة او اي شيء من جانب التحكيم. التحكيم كان رائع امبارح بصراحة، كان مميز، مفيش اخطاء كارثية زي ما حصلت في المباريات اللي قبل كده، وشفنا اللي كان بيحصل من التحكيم. الحمد لله على النتيجة، مبروك لكل الاهلاوية، الاداء والفوز وال3 نقاط. قدمنا مباراة قوية، لعبنا تكتيك فني عالي جدا. شفنا التشكيل من بداية المباراة، استغربنا ان عمر كمال يبدأ شمال، باك شمال، وان معلول، طبعا معلول مريح، مفيش باك شمال عندنا غير اللاعب عمر كمال. كنا خايفين الصراحة لانه بيلعب في مكان غير مكانه. عمر كمال مميز جدا في الناحية اليمين كباك يمين. قلنا هنشوف الفترة اللي جاية في مباريات الدوري او الماتشات اللي فاتت والماتشات اللي جاية باك يمين مكان هاني، ولكن هاني كان موجود امبارح، فكولر اعتمد على عمر كمال في الباك الشمال. وشفنا اداء عمر كمال، ولان مش على عدلة رجله ولا مكانه اللي هو بيلعب فيه، ولكن ادى مباراة جيدة جدا وكان رجل المباراة الاول. صراحة شابوه لعمر كمال، برافو، قدم المطلوب منه وزيادة. وشفنا الصاروخ والقذيفة الصاروخية من عمر كمال، وقد ايه فيها اتقان وفيها ابداع وفيها مهارة. ده اللي احنا طالبنا بيه قبل كده في فيديوهات كتيرة. قلنا يا لعيبة النادي الاهلي، احنا عايزين تشوطوا من خارج ال 18. الحل الوحيد او احد الحلول السحرية انك تشوط من بعد ال 18. ليه؟ لان كل الفرق في الدوري بتنزل قدام الاهلي متكتلة، العب بقى 10-0، العب دفاع 11-0، العب مش عارف ايه، زي ما شفنا التكتل امبارح في بداية المباراة. لكن ضغط اللاعبين من بداية المباراة، الاهلي كان بيضغط ضغط متقدم، ما كانش بيدي فرصه لاي لاعب في الاتحاد. وشفنا الاتحاد في الشوط الاولاني ما ظهرش ولا لاعب منهم، كان الاتحاد مش في مستواه تماما، مش قادرين يسيطروا على الكوره، مش قادرين يمسكوا الكوره، ضغط 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 من لاعبي النادي الاهلي. وده اللي احنا بنطالب بيه في كل المباريات اللي جايه، تضغط وتضغط بفاعليه. شفنا امام عاشور مايسترو في نص الملعب، بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظه من الاصابات ويحفظ كل لاعيبتنا. كان امبارح مايسترو في وسط الملعب. شفنا كمان اداء رضا سليم رائع، ولو انه كمان رضا سليم ما بيلعبش في مكانه بيلعب وينج يمين، ورضا اساسا هو وينج شمال، ولكن احرز هدف في منتهى الروعه، هدف عالمي ما بيسجلوش الا لعيب كبير. كوره، شفنا كوره لما خدها من خارج ال 18 وبرجله الشمال وثبت فيها المهدي سليمان، ما قدرش يتحرك، ولا اي جون في العالم هيقدر يعمل لها اي حاجه. زي الصاروخ برضو بتاع عمر كمال، مفيش حارس لو جبت لي مين مش هيقدر يشيل الكوره زي دي. خد بقى ضربتين الجزاء اللي اتلعبوا بمعلمه من وسام ابو علي، اللعيب اللي انا بحييه، مهاجم، ده مهاجم صح. يعني انت تشوف وسام ممكن ما سجلش غير جول من ضربه الجزاء، ولكن شوفوا اداؤه قبل ما يطلع طول الماتش عامل ازاي. وسام طول الماتش بيضغط على المدافعين ضغط فعال، ضغط قوي جدا، ما بيخليش المدافع بتاع الاتحاد او الفريق المنافس ان هو يسيطر على الكوره. في نفس الوقت موجود في كل مكان، محطتين 3 محطات كبيره جدا تقدر تبني عليه جوه، بيقدر ياخد المدافعين معاه ويفضي الطريق للي جاي من الخلف. وده اللي حصل في اهداف النادي الاهلي، فضى الطريق لعمر كمال، فضى الطريق لرضا سليم. شوف بساطه، حتى البصه ما بتجيله الكوره تجيله من لمسه واحده. هو ده المهاجم اللي احنا عايزينه، ربنا يوفقه ان شاء الله ويسجل بقى في المباريات الجايه ويكتسب ثقه اكتر من الثقه اللي موجوده عنده. وشفنا ثقته في نفسه وهو بيسجل ضربه الجزاء. هنا كمان ضربه الجزاء الثانيه بحيي عليها كولر،
فعلا قرار محترم من كولر ان يسيب ضربه الجزاء او ركله الجزاء لمحمود كهربا. محمود كهربا محتاج الثقه، سابها له الماتش اللي فات واداله الثقه، سجل الحمد لله. النهارده او امبارح اداله برده الثقه في ضربه الجزاء الثانيه امام الاتحاد، وسجلها بصراحه بمنتهى القوه ومنتهى الذكاء، والحمد لله. عايزينك بقى تفوق يا كهربا الفتره اللي جايه ان شاء الله. وكهربا يعني عموما هو بيقدر يتغلب على اي مشكله قدامه ايا كان. كهربا لعيب كبير وعنده ثقه في نفسه ومهاراته كويسه وهنستفيد منه، سواء راس حربه او لاعب وينج يمين وينج شمال عفوا. شفنا الشحات، بس يا ريت الشحات يقلع القناع بقى خلاص. انا مش عارف الشحات امبارح القناع ده عامله مشاكل، ولا هو ما بيشوفش الكوره، ولا في كام كوره كده رايحين كده ما لهمش اي لازمه. شحات لازم تركز كويس. شفنا طبعا غياب تاو امبارح، شفنا كريم فؤاد لما نزل، ولد ممتاز وسريع وبيضغط وبيهاجم وبيرفع وبيتقدم وتلاقيه في منطقه الجزاء وكل حاجه. نفسي برضو ياخد فرصه كريم فؤاد. امبارح الحمد لله شفنا كريستو امبارح لاعب وخد بعض الدقائق كده في المباراه، ولكن ان شاء الله نشوف في المباريات القادمه ونبتدي كولر بقى يجهزه للماتشات اللي جايه. لعيب مهم ولعيب مفيد ولعيب مهاري ولسه صغير. فامبارح شفنا محمود متولي برضو نزل مساك واتبدل في نهايه الشوط، نزل يعني في نص الشوط الثاني او في اخره، وبرضو قدم مباراه كويسه جدا. وده الحمد لله بيطمنك على دفاع النادي الاهلي. وكان لازم عبد المنعم يريح، طلع متاخر، ولكن كان نفسي ما يبداش اصلا عبد المنعم يريحه المباراه دي، وهو اكيد هيريح في مباراه البلديه بسبب تراكم الانذارات. رامي ربيعه الاصابه بتاعته ان شاء الله مش هتطول، يعني اصابه بسيطه تاخد، بس هو من الواضح ان هو مش هيلعب مباراه الترجي. مباراتي الترجي صعب ان رامي ربيعه يلحق بيهم، فعايزين نجهز بقى ياسر ابراهيم ومحمود متولي لماتشين بتوع الترجي المهمين جدا الاقوياء جدا. يبقى ماتشين اقوى من كده مفيش. تتوقع ان المباراه في رادس هتكون صعبه جدا وهتكون قويه جدا، وعشان كده احنا بنقول لعيبه النادي الاهلي نفس الضغط اللي انتوا عملتوه امبارح في مباراه الاتحاد خدوك بالظبط كوبي بيست كده. نفس الضغط ده اضغط على فريق الترجي. فريق الترجي هيقفل ورا وهيلعب على الهجمات المرتده وهيضغط عليك بقوه وبشراسه في تونس، ان هو عايز بقى يسجل جون واثنين ويامن المباراه العوده. فلازم تضغط ولازم تلعب زي امبارح كده نفس التكتيك اللي لعب بيه مع تغيير طبعا بعض اللاعبين، هينزل اللاعبين الاساسيين، ولكن نفس التكتيك ده يا عم كولر. اضغط من اول المباراه، قفل دفاعك كويس، قفل منطقه الوسط، 3 لعيبه يكونوا اقوياء جدا في نص الملعب. بنشكر برضو طبعا امبارح اكرم توفيق، عمل مباراه قويه جدا، راجل رجوله في استخلاص الكرات، موجود في كل مكان، عنده شراسه كرويه. فان شاء الله نتمنى يستمر على هذا المستوى، يوصل لمستوى اكرم اللي احنا عارفينه زمان قبل الاصابه. حاجه اخيره طبعا، بنهني كل جماهير الكوره، لان احنا قلنا الكوره للجماهير. القرار صدر امبارح من الاجهزه الامنيه بالموافقه على الساعه الكامله لجميع مباريات المحليه. كل المباريات المحليه في الدوري هتبقى ساعه كامله، ما عدا استاد القاهره واستاد برج العرب هيكون 30,000 متفرج. اكيد الاستادات الثانيه اقل من 30,000 فهتبقى مليانه. فكده نستمتع اكتر بالكوره. بعد 12 سنه ما فيش جماهير، بدات الموافقه الامنيه وبدات موافقات كتيره من الدوله والناس المسؤوله، بنشكرهم على كده طبعا. ان انت تشوف كوره بعد كده استاد كامل ممتلئ العدد، الجماهير بتشجع، تشوف متعه اكبر للمباريات. مباراه الاهلي والترجي في موافقه ان الساعه الكامله لاستاد القاهره، يعني هيكون عندنا في المباراه 70 او اكتر من 70,000 متفرج مشجع اهلاوي يأزروا الفريق. وان شاء الله ان شاء الله تكون البطوله ال 12 في دولاب النادي الاهلي، ونبدا بقى ايه بعد مباراه البلديه نحلل فريق الترجي لاعب ونشوف قلنا العيوب اللي موجوده او نقاط الضعف في الترجي ونقاط القوه. فانتظرونا بعد مباراه البلديه نبدا بقى تحليلنا كل يوم لحد يوم 18 مباراه الاهلي والترجي. توفيق للنادي الاهلي، الف الف مبروك. حق كل جماهير النادي الاهلي تفتخر بان هي اهلاويه تشجع فريق كبير، اعظم نادي في الكون. والحلقه الجايه هنتكلم عن البطوله الجديده اللي هي الانتر كونتيننتال اللي هيشارك فيها النادي الاهلي.
في ديسمبر القادم ان شاء الله، بطوله جديده ان شاء الله. الاهلي لو فاز بالبطوله رقم 12 او بدوري الابطال السنه دي هيشارك فيها، وهنقول لحضراتكم على نظامها بالظبط وايه الفرق اللي موجوده وايه الترتيب بتاع البطوله كله. في النهايه اتمنى من حضراتكم الصحه والسعاده، وكل اهلاوي يكتب لنا عاش الاهلي. النسر الاهلاوي يحلق في سماء البطولات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.